ايه حلاوتكم دي وايه جمالكم ده؟ انا سعيده جدا بيكم بعد حلقه الافطار الاخيره. تفاعل الناس والشير للقمه اللي عملناها ب 500 جنيه خلت ناس تبعت تقول انا عايزه اعمل ب 1000 جنيه، اعمل ايه؟ وده اللي خلاني اقول تعالوا نعمل افطار تاني 50 وجبه ب 700 جنيه. اهلا بيكم في لقمه خير وانا رشا مجاهد. الكلام على الفول، انا دمست قدرة فول صغيره في البيت، وجالي في الفيديو الاخير تعليق من صاحب محل فول عايز يشارك معانا، فرحت اشتريت منه شويه فول اكمل على القدره الصغيره اللي عندي، وحوجناها بشويه زيت حار وليمون وطحين وملح وكمون وشويه شطه، وعملت كمان شويه بالطماطم، وعملت مع الفول بطاطس مهروس، حطيت عليها توم شوحناه في شويه زيت، وضفت عليها فلفل حار والوان وبقدونس، وطبعا ملح وفلفل وكمون. الجديد النهارده ان هحط عصير ليمون بالنعناع فريش وساقع عشان يرطب على الناس في الحر ده. ها لسه في ناس مستصعبه موضوع الاطعام؟ لسه في ناس حارمه نفسها من جمال النعمه دي؟ لسه في ناس بتقول انها مكسوفه تعمل حاجه صغيره؟ يلا بقى خدوا خطوه على قد ما ربنا يرزقكم. يا جماعه الزمن صعب والناس محتاجه لحد تسند عليه، وبلدنا اجمل ما فيها الجدعنه والشهامه. احنا بنكون اقوى واجمل لما بنكون مع بعض. خلي املنا في الله يزقنا لقدام، واشوفكم على خير يا اهل الخير.